الفيديو اللي فات شرحنا ايه هو نموذج الهرمي وازاي بيتكون، وقلنا ان هو بيتكون سواء في الاتجاه الصاعد فبيبقى بيبتدي بنموذج شمعة صاعدة يليها شمعة هابطة بتصل الى 50% من الشمعة الصاعدة، وده في حالة النموذج او الاتجاه الصاعد بيديني البرش هرمي. اما البولش فبيبقى في نهاية اتجاه هابط وبيبقى بيبتدي بشمعة هابطة يليها شمعة صعودية تصل الى 50% من جسم الشمعة. في فيديو النهاردة هنشرح الهرمي كروسس، وهي قريبة جدا من الهرمي، بس الفرق ما بين ان الشمعة التانية بتبقى شمعة دوجي، ما بتبقاش شمعة صاعدة او هابطة، بتبقى شمعة دوجي. وشرحنا في فيديو قبل كده شمعة الدوجي هي شمعة يتساوى عندها قوى العرض والطلب، يعني من الآخر سعر الافتتاح هو نفسه سعر الإغلاق. ونموذج الهرمي عموما من النماذج الانعكاسية اللي ممكن تديك صفقات سكالبينج سريعة جدا. تعال نشوف ممكن نستفيد من النماذج دي ازاي. ادي عندي هنا حركة صاعدة، وادي نموذج الهرمي كروس، شمعة صاعدة يليها شمعة دوجي. زي ما شفنا ممكن نستفيد من النموذج ده ان انا احط الستوب فوق النموذج واخطف كامبيب سكالب سريع، وده نموذج البيرش هرمي كروس. فتعال نشوف نموذج البولش هرمي كروس. ادي عندي هنا حركة هابطة كون عندي نموذج الهرمي كروس، وده يعتبر بولش. احط الستوب لوس تحتيه وهبتدي اخد صفقات سكالب. فتعال نشوف نماذج تانية. ده يعتبر عندي اتجاه صاعد، وادي نموذج الهرم. اول ما اشوف احط الستوب لوس فوقيه واخد صفقات سكالب سريعة في الاتجاه المعاكس. وادي نموذج البولش هرمي كروس، ادي عندي شمعة هابطة يليها شمعة دوجي. هحط الستوب لوس تحت النموذج وابتدي اخد صفقات سكالب في الاتجاه المعاكس. وسواء نموذج الهرمي او الهرمي كروس يعتبر من النماذج اللي بتديك الارم مبكر للانعكاس قبل ان يلاحظوا معظم المتداولين. فحاول ان انت تجيد الاشكال دي وتجيد استخراجها بحيث ان انت تعرف بداية الانعكاس، حتى لو هتستفاد بيها كسكالب سريع. لان في عالم التداول القوة مش دايما في الشموع الكبيرة، ممكن دايما تكون إشارات صغيرة بس تديك نتائج كبيرة. ونموذج الهرمي كروس أو الهرمي مثال حي على كده. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد في الكورس.